السلام على عبد الله والنبي محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين. وبعد عزيزاتي الطالبات، انا waxaan الدكتور عبد الخبير محمد احمد، waxaan ahay دكتوراه اما PhD مناهج يضرب التدريس. كلمتaydu waxaa la ii sheegay التزكية النفس بالقرآن الكريم. لولا أنا تخصصكaygu ahayn quraanka oo waxaan ahay macallin tarbiya مناهج يضرب التدريس. هذا وتكلمتيد وحن لهي قرآنك وكتاب الله الذي أنزله إلى الكون بداية من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قرآنك وحلي هذا لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. القرآن هو لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. قبل أن كده لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. واللفظ النبي محمد القدجي طالب ضي مركان له لفظي مركان له هاي وحلقة احترازات الأحاديث النبوية صلوات الله وسلامه عليه. وحديث النبوية وإن كانت وحيا بدليل قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أنها لم تنزل ألفاظها. لفظ منزل على محمد وحلقة احترازية الكتب التي نزلت على الأنبياء الذين كانوا قبله. هذه الكتب كالتوراة والإنجيل وإلى غير ذلك وإن كانت وحيا منزلة من الله إلا أنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وحلقة احتراز زي الأحاديث القدسية لأنها وإن يعني أنزلت ألفاظها أحيانا إلا أنها لم تكن على جهة الإعجاز. ولما أنكروا مثلا حديث قدسية سيدة مثلا من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب وقال عركينا قال الله ما أنكره. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. لفظها وللتعبد وحلقة احتراز يا سلام. الآيات المنسوخة تلاوتها. الآيات المنسوخة تلاوتها آيات كحكم كودنا جوجو تلاوته دين الله نسخي. إذا مركز طالب ذي قرآن وحلي هذا لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. يقول الإمام الشاطبي في رسالة التي نظمها على جمع الجوامع يقول لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. واللفظ منزل نبي محمد القدجي إعجاز هي تعبد. أصلا هذا هو القرآن. أصلا هذا هو القرآن. طيب تاسمر كين تاتها يردي قرآن كاس إلهي كون كسودجي نبي محمد بالله سودي نظام يعني منجم قرآن كله دجي حسب الوقائع يا حسب الحاجات يا قرآن كله دجيني. وحن النبي قال له بالله صلوات الله وسلامه عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وحن أقنهي معجزة وحلي هذا أمر خارق للعادة يظهره الله تأييدا للنبي مقرون مع التحدي ودعوة النبوة. وحلي هذا يعني أمر خارق للعادة يعني وحن عادة لقوا أرك جرين إنه النبي شخص يسليم أمر خارق للعادة يعني وحن عادته يعني لقوا أرك جرين إنه النبي يسليم هذا نبي الله محمد عليه السلام قرآن كله يمد وحولها إعجاز لفظي إعجاز لفظي فصحاء العرب وحي كروايين يقول فصحاء ذي والنبي محمد لحظة كل شيء كنا برباري وحي أودي كروايين قرآن كاللفظي يسيرين لي مادان وكروايين مركو عليه هذا الإعجاز اللفظي وحوليه الإعجاز المعنوي وحوليه الإعجاز الغيبي وحوليه يعني الإعجاز الغيبي أو كانت صالحان وقرآن كله ليمد وحيابة دب كيمد oo markii technology la helay
wax la iktishaafay sidoo quraanku u hadlay ayaa la arkay xaliyada i'jaaz inaga xiriyo inta dambe way mashquulinaya inaga xirinta dambe تدرين اوكي وعلى هذا مركا الاعجاز اللفظي واللفظ وفصحاء العرب مع فصاحتهم قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم حتى هل صوره واود كري وين اليه مادان waxay dhageysanayeen yani nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyagoo qaarkood u socday inay nabiga manhajkan ka soo celiyaan nin baa jiray saxaabi ah kaana min fusaxay arab marka quraysh baa u warantay kadib waxa la yiri ninkani jaa bi kada wa kada wa kada wa kada nabigu waxay ku soo gabagabeeyeen jin baa ku jira nabiga sallallahu alayhi wasallam saasiirad al jin al qawm al mustathirun alladhina la narahum saasiirad kadib nabiga ninkii uu tagay wuxuu yiri qabiilkaagu wuxuu ii sheegay an asaabaka jinnun jinninu kugu dhacay ana jinka waa saara ولا مانع لك من ذلك إن الجنك كاسارو دي wax ka hortaagani ma jiro nabigu jin baa igu jiray iyo iguma jira midna mooranine wuxuu aqriyay fi bidayati ba'd suwar markuu aqriyay urma qaar waxay leeyihiin ducadan yani istiftaax khudbada in alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfirun taasu aqriyay kadib ninkii markuu dhageystay wuxuu yiri ma kharaja hada min tawqi bashar arintani bashar caadiya kama soo bixin ubsudiyada li yubayi'ak gacanta taag an kugula an yani saan an kula sameeyo beeco meeshay doonayeen inuu nabiga u keeno isagoo soo qancay oo manhajkoodii u keeno ayaa wuxuu u yimid ninkii isagoo muslima kuna qancay nabigu wuxuu wataa inuu yahay wax alla ka yimid aan bashar awoodi karin يسمى الإعجاز اللفظي وهناك ما يسمى الإعجاز العلمي إعجاز علمي وحوي إن القرآن كله يمد حقائق علمية لم يكتشف إلا بعد ظهور التكنولوجي يعني تصالحان قالوا إمي كي أوغادين مشاكل كأولية هيلب كالضوفار إمي كي أوغادين مشاكل كأولية اللعابك أما الدرير كأيو وحيابا صورة إمي كي أوغادين يعني إنه النبي كورمي صلوات الله وسلامه عليه أرين قرني قرني كوري لو قاعد ومدي كوري أنا أود لهين إني اكتشافان لقلة الأسباب ولقلة التكنولوجي تسوى النقطة قرآنكو سداسوها يعني مخلوقي خوس يالي أيو كرجي يعني شخصيات خيمية iska dadka khudamada iska shaqshaqaysta quraanka markay qaateen waxay noqdeen kumala dadka amilina salahan nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam dadkii iimaanka ku horeeyay waxay ahaayeen dad masaakiina bilal ammar suhayb salman al-farisi dadkaas ay ahaayeen kadibna waxay noqdeen qaada adduunka hogaamisay inay ku hubaysnaayeen bi kalaam rabbil alamin bi kalaam rabbil alamin حبان مركز كل شيء قرآنكو تصفيه سميني روحي شرعي سيدا ودقمي أيام ما أنت سيدا ودقمي واحد يعني اللي هذا إيه على هذا القرآن المنهج بلغا دوريا قرآنكو إنه دقن كلا صعده والروح آيات عدو برطه أن يقف عند حدودها وموانعها ويسترسل مع ما ترسله يعني واحد كلا جرى طالب هذي قرآنك إن هذا تقنا نظريا إيه قرآنك إن هذا تقنا تطبيقيا وكل دون تاي إن هذا آيات أخرده أو آيات كألا سود جي لهذا إيه إن آيات أخرده أبا نرش هذا قيب الدشو يعني مثلا اللي بكادير يقول هذا الباب كسوى حريني وتكيس تاجيسه هديل يقول هذا وطلع سوى مين يسمتاي دي بعض قرن قريسة يعني القرآن المنهج وحلي هذا إن القرآن كالرميص تطبيقا شيء كستو قرآن كديدي إن الدب أقر نقطه إن الدب أقر نقطه أنت تسمر كم حاكيني أسباب كو قرآن كمان تصير أبرنينه ومجرد تلاوة إنه روح آيات كتلقنايو وأنو معنيه فهم سنين سيدا سلف كومي ديغني سلف waxay u dhiganayaan haduu qol cudbir binaas barto macnaheedana uu baranayay macnuhu baranaya
sabir nuzuulku baranaya ahkaamteedu baranaya waxa ku tacalluqsan buu baranaya kadibna wuxuu noqonayaa shakhsun yatarabba ma'a alqur'ani lafdan wa fahman hadii kale waxa ku dhici kara ibka khawaarijta oo kale waxa la yiraahdaa imaam an-nawawi markuu fasiraya xadiidka كانوا يقرؤون القرآن رطبا سهلا حديث قصاص يمد يعني خوارجته وحين ضد قرآن كآد الفادس أو أقرياء آذو يقانا حفظ سن دشكا هيا لكن معناها قرآن كان قرنين كدبنا استدلوا بما ليس له بدليل ما الآن القرآن كدليل بوهاين يدليل شنين إذن مركو حل دونيا يعني الشخص كي مركو قرآن كبرنايو صح الفاضي هبرتو قرآن كهبرتو معنهينا هبرتو وحكلهم دونيا هدي قلبك والنور قالوا وحو نقونيا دفتر واسعة وقفك كغا مارميو wax kasta oo uu baado midaal ahaan tusaalan ku siinaya sayida Aisha ummuna inay yarbayahayd waliba qoyskii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qoyskii nabi Muhammad ay ka tirsanayd yani waad garanaysaa gabadh mashquulka ninkeedu yahay ay iyaduna mashquul ahaanaysa haddana rasuulka waxay ka warisay 2210 xadiis quraankana way xifdisanayd 2210 حديث أي النبي كوريسي صلوات الله وسلامه عليه إيش يا قبضنا الشيخ قباه ونك إذا شن حديث كبرت ما قاعد ما جرتها ما هي الإنسان ما هي لإنه حد يجرتنا هو نادرا حكم لايف هذه النقطة الأولى والنقطة ثانية قرآن كسيدو يعني صحابة النبي محمد وقاركود هاي ضد ريمية حولية قاركود بيرلي قاركود dadka gacanta ka shaqeeya khabaab naarto kale yani tumaal buu ahaa quraanku yani asbahu ba'da an kanu ru'atan lil mawashi asbahu saada bil qur'an quraanku waxa la doonayaa nolosha aad ku sugan tahay inuu bedelo yani مثلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كله كافريو مناهج الكفر حدي دعضو إن مناهج الكفر كله كنت أكتو ودلو بيسا النبي قال له صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولولا أن ثبتناك يا محمد حدانا كوغسوغن بالإسلام والاستقامة والتدين حدانا كوغسوغن لقد كدت اللغة العربية أفعاش أحلى أفعال المقاربة من عذبا كاد زيد وحود وهذه ما بدعضو ولولا أن ثبتناك يا محمد على الإيمان والإسلام والاستقامة لقد كدت وحتسي لهيد وبدوان لهيد تركنوا أي تميل إلى آرائهم شيء نكروا لن وحقوا نكريسا شيء إن رأيت رجلا ونكروا رأيت شيئا يا دو رأيت رجلا رأيت شيئا يا دو رجل بعده شيء وحفظ ولولا أن ثبتناك يا محمد على الإيمان والاستقامة لقد كدت وحسي لهيد تركنوا إليهم شيئا حتى محل قدري قليلا هيك شيئا قليلا إذا أي إذا ملت إليهم شيئا قليلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك waxaan ku dhadhansiinaynaa hadaabad gaalo u baydho manhajkooda qaadato dhaqankooda qaadato ka raali noqoto adaqnaaka dhif alxayaat nolol xumo haday noloshu xumaatana geeriduna way xumaanaysaa ibnu taymiyah wuxuu yiri jannada aakhira ma galo ninkan jannatul ubudiyya galin cibaadadu waa janno jannatul ubudiyya ninkan galini oo adduunka jannatul ubudiyya ku galin jannada aakhira gali maayo haddii marka adduunkii nolol xumo timaado aakhirana maxay imaanaya al-aakhiratu far'un min ad-dunya al-aakhiratu far'un min ad-dunya saadaraadid bal maanta ogaan kartaa makaanadaad ilaahay ka joogto bima shaqalaka ilaahay wuxuu kugu mashquuliyay ashaqalaka bil qur'aan hatta kallamaka ashaqalaka bis sunani